السلام عليكم. فيديو النهارده عن تجهيزات المصيف وشنطه المصيف هنحط فيها ايه واحنا مسافرين عموما، وايه اللي هنحتاجه هناك، وايه ضروري ما ننساهوش. حاجات صغيره كده نخلي بالنا منها. يا رب الفيديو يعجبكم ويفيدكم النهارده. اهم حاجه لو لسه مش عاملين اشتراك للقناه اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس واعملوا لي كومنتات كتير واعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. طبعا لما نيجي طالعين مصيف بيختلف، انت رايحه فين؟ رايحه مثلا شقه، رايحه شاليه، رايحه تبع حد، رايحه فندق. ده بيفرق في حاجات كتير. بيفرق هتاخدي معاكي اكل ولا لا، بيفرق مثلا هتاخدي معاكي احتياجاتك كلها، مثلا حاجات المطبخ والحاجات دي، وبتحتاجي مثلا بلايات، تحتاجي، بيفرق على حسب المكان انت رايحاه. فهنتكلم مثلا، طبعا الهدوم مشتركه في كل الحاجات، سواء رايحه فندق، رايحه شقه، رايحه شاليه، رايحه شقه فيها كل الحاجات او ما فيهاش، انت لبسك او الحاجات الشخصيه دي في كله. فاحنا هنتكلم على اللبس والحاجات الشخصيه اللي هي لازم تاخديها ايا كان المكان اللي هتروحيه. انا كاتباها لكم في ورقه عشان ما ننساش حاجه، واقول لكم كل حاجه بالظبط بالترتيب. طبعا اهم حاجه المايوهات. المايوهات بقى المحجبات مثلا، لو الاطفال، لو معاكي اطفال او كده، اهم حاجه هتاخديها. كمان هتاخدي معاكي ازدال صلاه. ازدال صلاه هتصلي بيه. وكمان لو هتطلعي مثلا البلكونه هتحطي حاجه، هتطلعي تقعدي حتى في البلكونه. لو انتوا مثلا في فندق واخدين كذا اوضه وهتطلعي تنقلي من اوضه لاوضه، او برضو لو واخدين كذا شقه، انتوا كام حد يعني او قرايب مع بعض، هتحتاجي الازدال جدا، مهم وضروري جدا. وتاخدي طبعا مصليه. اللبس بقى هنحاول ما نكترش اللبس، بس اللي هو الاساسي اقل حاجه مثلا 3 اطقم، 3 داخلي، 3 قصدي يعني للبيت، و3 خروج. يعني انت هتاخدي 3 للبيت داخلي وخارجي، و3 للخروج. الخروج طبعا انت رايحه بطقم، فهتاخدي معاكي طقمين معاهم. يعني انا شايفه ان كده مناسبين. 3 اطقم مثلا هتبدلي فيهم كل يومين طقم، فهيبقى نوعا ما كويس لو هتقعدي اسبوع، عشان ما نكترش قوي. وتاخدي حاجات مريحه، حاجات تبقى يعني حاجات تبقى خفيفه ومريحه، ان انت تعرفي تنزلي تتمشي بيها، ما تبقيش مقيده، وفي نفس الوقت حاجات شكلها كويس وحلوه عشان هتتصوري طبعا كتير. ولو حاجات هتروحي بيها على البحر مثلا تتصوري، فركزي في الحاجات اللي انت حابه نفسك فيها وحابه شكلك فيها. ده مثلا بالنسبه للبسنا. هناخد 3 بيت و3 خروج. ونفس الفكره الاطفال، بس طبعا الاطفال هتكتريهم شويه لو لسه بيبيهات، هتزودي العدد الضعف لانهم هيبهدلوا وهيوسخوا كتير. حاجه كمان هتاخدي، مثلا لو هتلبسي صندل وانتي على البحر او بتنزلي بيه البحر، يعني انا بحب انزل مثلا الكوتشي اللي هو بتاع البحر، او حاجه صندل او حاجه تبقى ماسكه في رجلي. نفس الفكره برضو للاطفال، عشان الشبشب هيقعد يتقلع منهم وكده. فلو صندل بلاستيك هيبقى مريح جدا ليهم على الشط وفي البحر. هتوديهم مثلا وانتوا رايحين برضو تلبسي الكوتش اللي تكوني لابساه يكون مريح، ويكون لونه يعني مثلا يا ابيض يا اسود او محايد، ينفع مع كذا حاجه، بحيث ان انت ما تضطريش تاخدي معاكي حاجه تانية، ما تضطريش تاخدي معاكي كوتشي لون تاني او جزمه لون تاني او كده. هتلاقيها هي خلاص تمام مقضيه معاكي. هتاخدي طبعا شرابات، هتاخدي الكابات بقى ولو برانيت او كده، الكابات بتاعتك او بتاعت زوجك، بتاع الاولاد كله. هتاخدي بقى شنطه للبحر. شنطه البحر دي ضروريه جدا. اهم حاجه ان هي تبقى كبيره، وتبقى يا اما مشمع يا اما مثلا بلاستيك او ووتر بروف، حاجه زي كده عشان ما تتبهدلش من الميه وتتبهدل من الرمله. فمهم جدا ان هي تبقى كبيره، ويبقى حاجه يا اما ووتر بروف يا اما تكون بلاستيك او مشمع. هتاخدي التوك تركزي فيها بقى ان هي تكون، عارفين التوك الاستيك العاديه اللي هي استيك كده الوان، او توكه بلاستيك، في توك بلاستيك. هتاخدي كمان ابره وخيط. طبعا تاخدي مثلا بكرتين صغيرين اسود وابيض، عشان لو حصل اي حاجه يبقى برضه تبقي عامله حسابك. في حاجات ساعات كده بتقطع على اخر لحظه وانت مثلا في اي حته، فتبقي عامله حسابك في ابيض واسود. هتاخدي طبعا بامبرز لو للاطفال، هتاخدي لهم زي ما قلنا البشكير. هتاخدي صندل برضو للاطفال لو هيلبسوه عشان سهل في اللبس، او يعني مش هيقعد يقع منه زي الشبشب او كده لو يعني صغيرين. ده بيبقى حلو على البحر قوي، وينزل مثلا بيه ويطلع يبقى لابسه، بدل ما تفضلي تلبسي وتقلعي وبعدين يضيع منه او كده. فهو الصندل بيبقى عملي جدا، يعني احنا ككبار بنحبه، فما بالك في الاطفال. الادوات بقى اللي هي مستحضرات التجميل والحاجات اللي محتاجه للحمام وللشعر وكده طبعا، والمطبخ وكل حاجه. في حاجات ممكن اول ما تروحي تجيبيها من هناك، لو انت رايحه مكان عارفه ان انت هتعرفي تشتري الحاجات دي، فتسهلي على نفسك بدل ما انت تفضلي تشيلي حاجات كتير. بس لو هتاخدي فتمام اوكي براحتك. طبعا هتجيبي صابون مواعين، هتجيبي ليفه،
هتجيبي ليفه مثلا او سلك، هتجيبي مسحوق غسيل، هتجيبي كبريت او ولاعه برضه عشان المطبخ، هتجيبي معجون سنان والفرش بتاعتكو. طبعا هتاخدي شامبو بقى، خدي شامبو اللي هو الاكياس مثلا بالعدد اللي انت عايزاه، كل واحد هيستخدم قد ايه تاخدي لهم شامبو. شاور، ممكن تحطي شاور في عبوه صغيره، اي عبوه عندك، ازازه شامبو او ازازه، اي ازازه عندك مثلا فضيت، حطي فيها شويه شاور، ده يبقى الاستخدام بدل ما تجيبوا كميه كبيره او تشيلي يعني حاجه كبيره على الفاضي. هتحتاجي طبعا صابونه حمام، هتحتاجي برضو الصابونه مثلا بتاعت وشك او الغسول بتاع وشك اللي بتعملي بيه. هتجيبي برضو معجون للاطفال لو بتستخدمي لهم معجون، او لو هم يعني لسه صغيرين بتستخدمي لهم معجون معين. هتاخدي شامبو، هتاخدي شاور، هتاخدي حمام كريم او بلسم. الحاجات بقى اللي هتستخدميها في البيت مثلا المطبخ والحمام ومستحضرات التجميل والحاجات دي، طبعا هتاخدي صابون مواعين، هتاخدي ليفه، هتاخدي فوط للمطبخ، دي مهمه جدا ما تنسيهاش، مثلا فوطين تمسكي بيهم حاجه او هتمسحي بيهم حاجه، هتاخدي كبريت او ولاعه، هتاخدي مسحوق غسيل، هتاخدي معجون سنان، وطبعا الفرش، هتاخدي كيس شامبو، وخدي كيس مثلا بعددكم، شوفوا كل واحد هيستخدم قد ايه، تاخدي كيس شامبو سهله في الشيل بدل ما تاخدي عبوات كبيره. تاخدي برضو بلسم او حمام كريم، لان الميه المالحه بتبوظ الشعر جدا، فهتحتاجي ان انت تعملي مره او مرتين مثلا لو قاعده اسبوع او 10 ايام على حسب المده برضو. هتاخدي كمان صابونه للحمام، صابون مثلا للبشره او غسول للبشره. شاور جل، تحطي مثلا اي عبوه عندك فاضيه صغيره تحطي فيها شويه شاور، يعني على قد الاستخدام بس المده اللي هتقعدوها، لو هتقعدوا مده طويله خدي عبوه كبيره، لكن ما تشيليش كتير على الفاضي يعني وتشيلي وترجعي بيه. تاخدي مع مزيل عرق برفان ليكي مثلا او انتي وزوجك او كده، لو برضو عيالك كبار او حاجه هتاخدي لهم، المهم تنسيش البرفان. هتاخدي طبعا كريم مرطب، لان البحر برضو بينشف الجسم جدا وبينشف الايد والبشره فانت هتبقي محتاجه ترطبي بعد ما تروحي مثلا بالليل او تاخدي شاور، محتاجه ان انت ترطبي برضو ايدك وبشرتك كويس. هتاخدي سيرم او مثلا كريم للشعر او زيت اي دهان يعني لشعرك. هتاخدي كمان الصن بلوك، مهم جدا بالذات لو في اطفال عشان جلدهم مش هيستحمل الشمس مع الميه وكده. هتاخدي كمان حاجات بقى انت حاجات عنايه ليكي انت، مثلا بتستخدمي مثلا لوشن معين، عايزه تاخدي كحل، عايزه تاخدي فاونديشن، المهم تاخدي حاجات اللي هي مهمه قوي بالنسبه لك، ما تكتريش فيها عشان برضو ما تبقاش الشيله رخمه عليكي. الحاجات اللي انت تستخدميها يوميا مثلا كريم مرطب لبشرتك، زبده كاكاو، حاجات زي كده بسيطه، طبعا ده للبيت يعني اكيد مش للشارع. حاجه كمان هتاخدي مرايه، خدي مرايه مثلا حاولي تبقى متوسطه شويه كبيره شويه يعني، بحيث ان انت لو رايحه شقه ومفيش مرايه فدي تعوض شويه. برضو هتحتاجيها مثلا لو على البحر او حاجه، طبعا بنطلع لبسنا مبهدل وبتاع، فتبقي خلي معاكي مرايه برضو تاخديها معاكي كمان على البحر. هتاخدي كمان كوبايات بلاستيك، عشان كل يوم على البحر وانتوا رايحين هتحتاجوا ان تاخدوا معاكم كوبايات مثلا تشربوا فيها، سواء مشاريب سخنه او هتشربوا فيها ميه او كده، مش هينفع تفضلوا رايحين جايين بالكوبايات الازاز هتتكسر طبعا. كمان حلو قوي لو عندك ترمس خديه، بيبقى حلو جدا على البحر ان انت طول ما انت قاعده عايزه تشربي اي حاجه بيبقى حلو قوي. كمان حاجه نسيت اقولها، لو انت برضو مش رايحه فندق، رايحه شقه عاديه، خدي مكوى، بالذات لو لبسك مثلا خمارات ونقابات والحاجات دي بتتكرمش وبتبقى يعني صعب، ما ينفعش ان تخرجي بيها من غير ما تتكوي، فلازم تتكوي. طبعا ما تنسيش الكمامات والكحول، ده اساسي في اي مكان دلوقتي. حاجه تانية بقى الادويه، الحاجات اللي هتسيبيها في التلاجة كده احتياطي لاي طوارئ. هيبقى معاكي مثلا لو معاكي اطفال تاخدي لهم مسكن وخافض حراره، وتاخدي حاجه للبرد لو معاكي اطفال. وكمان هتاخدي مرهم مضاد حيوي او مرهم كيناكوم. تاخدي كمان معاكي بنادول، بحيث ان هو يبقى البرد مثلا او صداع او كده، دول يبقوا معاكي كده احتياطي لو عايزه تاخدي برضو قطن مثلا. وطبعا هتبقي واخده معاكي مناديل. الحاجات بقى اللي هي اللعب والتسالي بتاع الاطفال والحاجات دي كلها هتاخدي طبعا الاطواق بتاع البحر بتاع الاطفال، سواء اطواق بقى او جاكيت او مش عارفه ايه وكده. هتاخدي لهم كمان اللعب بتاع البحر دي بيحبوها جدا، وكمان احنا بنحبها قوي. هتاخدي كمان مثلا حاجه ليكوا بقى انتوا ككبار، يعني مثلا كوتشينه، ليدو، اي حاجه زي كده بتحبوا تلعبوها. كمان ما تنسيش عصايه السيلفي، ده اصلا موسم التصوير يعني احنا رايحين نتصور اساسا. وكمان تاخدي الجراب اللي هو بتاع اللي هو بيتحط فيه الموبايل بتاع الميه، عشان يعني لو طرطش عليه او عايزين تصوروا صوره وانتوا في البحر وكده، دي مهمه قوي. تشوفوا بقى عايزين انتوا بتحبوا ايه تسالي، مثلا طبعا تركزي بقى في المشاريب، عايزين قهوه، عايزين نسكافيه، عايزين مشاريب زي كده.
فشار، اي تسالي بتحبوها او حاجات زي كده ممكن تاخديها برضو معاكي في الشنطه، او ممكن لو هتروحي مكان او انت رايحه مكان عارفه ان الحاجات دي متاحه تشتريها من هناك اسهل بكتير. طبعا بقى في حاجات تانية لو انت ما عندكيش اطفال، وفي الحاله دي انا هحسدك واكتبي لي في الكومنتات عشان اقر عليكي، تاخدي طبعا كتاب او روايه كده تقريها وانت قاعده على البحر، في حاله ان الدنيا هتبقى هدوء وجميله، يعني دي مش عندي خالص. تاخدي كمان طبعا الهاند فري والشاحن اهم حاجه، وكمان تعملي حسابك ان طبعا لو مده طويله لو مكان بعيد يعني بتاخدي مده طويله زي ما تروح كده بنخلل مثلا في العربيه في الاتوبيس، تاخدي بقى معاكي الباور بانك، تخلي حاجه في حاجه على الموبايل تخليها عندك تتفرج عليها، او لعبه او اي حاجه تشغلك طول الطريق. دول كام ملحوظه بقى كده تخلي بالك منهم. طبعا زي ما قلت لك لو انت رايحه مكان هتقعدي مده طويل في الطريق، اعملي حسابك على حاجه زي كده، حاجه تسليكي مثلا، تشغلي حاجه في ودنك تبقى معاكي الهاند فري، تقري حاجه، ممكن تستغلي الوقت ده انت برضه تقري قران، تشغلي مثلا اي حاجه تتفرجي عليها. كمان حاولي وانتي رايحه مثلا تبقي لابسه كوتشي مريح، شوز كده مريحه بالنسبه لك، ويكون لونها محايد لايقه على اغلب اللبس، بحيث ان انت ما تضطريش تاخدي معاكي واحده تانية عشان ما تبقاش مثلا دي مش لايقه او كده، لا تبقى هي اللي انت لابساها وتقضي بيها بدل ما تقعدي تشيلي حاجات كتير. حاولي برضو اللبس ان تاخدي حاجات مش بتتكرمش قوي او مش كلها بتتكرمش، يعني في دريسات او في حاجات ممكن ما تكويش عادي ما بتتكرمش اصلا، حاولي خديها بدل برضو ما تقعدي تكوي هناك. وانتوا بتجهزوا بقى الشنط، في فكره كويسه قوي انا بقيت اعملها، تجهزي الشنطه مثلا وتبقي فاتحاها قبلها بكذا يوم، ما تبقيش ضاغطه نفسك قبلها بيوم مثلا او كده، لا تبقي فاتحاها قبلها بكذا يوم، بحيث ان انت مثلا بتطبقي اي هدوم او حاجه قبل ما تحطيها في الدولاب تقومي تفتكري ان انت تحطيها في الشنطه، وطبعا هتبقي كاتبه لسته بالحاجات اللي هتحطيها كلها، فكل ما تحطي حاجه تقومي شاطبه عليها، كل ما تحطي حاجه تشطبي عليها كده بنسبة 90% تضمني ان انت ان شاء الله ما تنسيش حاجة، زائد ان انت مش هتحسي بمجهود وانت بتملي الشنطة، لان انت اصلا بتعمليها على مراحل بقالك كذا يوم بتحطي فيها، فمش مضغوطة او بتجري حوالين نفسك او حسيتي ان هي خدت منك وقت طويل. كده كده هتكوني حاجات بتروقي مثلا او بتحركي في الشقة او بتجهزي اي هدوم او اي حاجة، بدل ما تحطيها في الدولاب وترجعي تدوري عليها تاني، تحطي على طول وتشطبي عليها اول باول، هتلاقي الموضوع سهل جدا، وتجهيز الشنطة مش هياخد معاكم وقت، وان شاء الله ما تنسوش حاجة. الفيديو يكون عجبكم ويا رب يكون فاتكم، ما كنتش طولت عليكم، ولو في اي حاجه انا نسيتها قولوا لي في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.